صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده ان شاء الله معايا ميزانيه ل2000 جنيه، بناء على طلب ست جميله كده عايزه ميزانيه لأم وطفلين. هي جوزها مسافر وايه، وهي وبناتها بس، يعني او هي واطفالها بس، معاها طفلين خلاص وهي الام. فدي بتاعت تلات افراد. ان شاء الله كده ب2000 جنيه. ان شاء الله يا رب اكون كده ايه جمعتلك كل حاجه ممكن تستفادي منها في الميزانيه دي، وان شاء الله تكفيكي الشهر، وان شاء الله ايه متحتاجيش حاجه تاني. وهي قالت لي عايزه الميزانيه عشان اللانش بوكس وحاجات ايه للفطار وافكار للفطار ايه، يعني عايزه الاكتر تبقى للفطار والفاكهه. فانا بصي انا عملت لك كام حاجه كده، ويا رب يعجبوكي كده وايه، وتلاقي حاجه منهم ايه تمشي مع حضرتك. خلاص تعالي كده اول حاجه نشوف ايه هنجيب ايه احنا طول الشهر. في حاجات هتجيبيها شهريه وفي حاجات هتجيبيها اسبوعيه. خلاص اول حاجه هتجيبيها شهريه اللي هي البقوليات، اللي هو ايه الخزين بتاع البيت. ماشي زي ايه؟ هتجيبي لك مثلا انتوا 3 افراد، هتجيبي لك 4 كيلو رز في 25 جنيه، هتجيبي ال4 كيلو بايه ب100. هتجيبي لك 3 مكرونه واحد شعريه، يعني 4 كيلو كل الاجمالي بتاعه 3 مكرونه وكيلو شعريه. خلاص ب80 جنيه، الكيلو ب20. ماشي تبقى مكرونه والشعريه 80 جنيه، 3 مكرونه وايه وكيلو شعريه. هشكلي بقى في المكرونات: كيلو سباكيتي، كيلو مكرونه اقلام، كيلو مكرونه مقصوصه، مكرونه خواتم، اللي انت عايزاه. ماشي ومعانا هنا نص كيلو عدس ب30 جنيه، الكيلو عامل 60، النص ب30. انت بتجيبي بقى عايزاه تجيبي كله عدس اصفر، ماشي، عشان تعملي كشري اسكندراني في يوم في الاسبوع كده، كل اسبوع تعملي لك طبخه ولا حاجه. لو مش بتاكلي الكشري الاصفر ممكن تجيبي مكانه عدس بجبه، ممكن تستغنى عنهم خالص وتجيبي مكانهم حاجه تانية في اي بند تاني اللي انت عايزاه. يعني لو بتحبي مش هتجيبي عدس ب 30 جنيه دول، هتاخديهم تجيبي بهم اي حاجه تانية انت ايه عايزاها. تعالي بقى هتجيبي كيلو فول تدميس ب40 جنيه، كيلو فول تدميس ب40 جنيه. ده بنعمله اول الشهر زي ما قلت لكم. بتعمليه وبعد كده بتحطيه في اكياس، تقسميه على الاكياس. ده برضو للفطار او للعشاء. ماشي الفول وبروتين وكويس جدا برضو، عشان ايه؟ عشان الاطفال. تبقى ندمس فول، كيلو فول بيقعد معاك الشهر كله. ماشي وعندنا هنا ايه كمان 40 جنيه فول مدشوش، كيلو فول مدشوش اللي هو فول بتاع الطعمية. ماشي فول الطعمية ده برضو بتجيبيه وتجيبي خضرة وتعملي ايه، تعملي طعمية. اما لو ما بتاكلوش الطعمية مثلا او ملكوش تقول عليها هي والفول، بتاخدي 80 جنيه دول تجيبي بهم اي حاجة انتوا ايه بتاكلوها، بتاكليه وبتاكلوا الحاجات دي. ده هيوفر معاكي جدا 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 في بند الفطار وبند الايه، بند العشاء. وعندنا ب100 جنيه بهارات، يعني 20 فلفل، 20 كمون، 20 فلفل اسمر، 10 كزبره. اي البقيت بقى ال100 بقى ازازه خل، ملح، شوفي انت عايزه ايه بالايه بال100 جنيه دي. وتجيبي الحاجات الاساسيه، بلاش البهارات اللي على الفاضي اللي احنا مش بنستخدمها اساسا غير كل ما نعمل الطبخه فين وفين. ماشي فهو اساس لاي بيت اللي هو الفلفل الاسمر والكمون والملح والكزبره. ماشي اي بقى معاكي فلوس مثلا، وازازه الخل بقي معاكي فلوس 5 10، هاتي بقى اي بهارات انت عايزاها. ماشي فدي 100 جنيه بهارات. تبقى اجمالي حاجات البقوليات 390. ماشي دي هتجيبيها شهريا. خلاص عندنا ايه كمان هتجيبي شهريا؟ اللحوم. ما تجيبيش اللحوم اسبوعيا لانها هتاخد منك فلوس كتير، هاتيها شهريا. هتجيبي لك 4 فرخات مثلا، ال4 فرخات انا عملت لك في رينج الفرخه 150 جنيه، الاربعه عاملين ايه 600 جنيه. عندك 600 جنيه هتجيبيهم فراخ او تجيبيهم لحمه، تجيبيهم الحاجات اللي انت بتحبيها. بس الفراخ البيضه اللي هي بتتقطع دي هتوفر معاكي جامد جدا جدا جدا، ويمكن تاكلي مرتين في الاسبوع ايه فراخ. ماشي فدي هتجيبيها تقسميها على حسب افراد الاسره بتاعتك. الفرخه بتاخدي منها الصدر، تعملي منه بانيه، تعملي منه شاورما، تعملي منه كل حاجه، فهترمي معاكي كميه حلوه. خلاص 4 فرخات في 150، خلي رينج الفرخه في 150، يعني لما توزنيها عند بتاع الفراخ قولي له الفرخه ايه ما تزيدش عن 150. ماشي تشوفي الكيلو انت بكام الاول، تسالي على الكيلو وتشوفي الكيلو بكام. مثلا هتجيبي الفرخه كيلو ونص، كيلو ربع، 2 كيلو، شوفي ب150 هتجيبي لك الفرخه قد ايه، هتجيبي لك ايه 4 فرخات. ماشي وعندنا هنا كمان هنجيب في 200 جنيه كمان هنا، يا اما دي تجيبي بها اسماك لو انتوا بتاكلوا الاسماك. ماشي
لو مش بتفضلوا الاسماك هتجيبي بيها ايه، لحمه مفرومه او كبده او اي حاجه انت عايزاها، بس انا افضل اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه كنز وتوفر جدا جدا جدا. انت هتقسمي الكيلو على ايه، خمس اكياس، يعني كل 200 جرام في كيس. انتوا يعني بتقولي طفلين وانت يعني ماشي، فهتبقى بتعملي حاجه على القد، انت فاهمه. فممكن تقسميها على 5 اكياس الكيلو اللحمه، وممكن تقسميه ايه على 4، زي ما انت ايه بتحطي وبتحبي اللحمه وكميه اللحمه فين في الاكل. خلاص، فانت عندك كيلو لحمه مفرومه، مثلا اسبوع هتعملي صينيه مكرونه بشاميل، بتقسمي ال4 تربع اللي انت هتعمليهم او ال5 تربع اللي انت هتعمليهم على ايه، ال5 اكياس اللي انت بتعمليهم على ايه، على الايه، على الشهر. يعني انا مثلا انا بجيب كيلو اللحمه بقسمه 4 تربع، كل اسبوع ربع. اسبوع اعمل كفته، اسبوع اعمل صينيه مكرونه بشاميل، اسبوع اعمل صينيه جلاش، اسبوع اعمل كوسه بالبشاميل. شوفي انت عايزه ايه وايه وقسميهم. فانت عندك ال4 فرخات وعندك كيلو اللحمه المفرومه. لو مش هتجيبي لحمه مفرومه هتجيبي مكانهم 2 كيلو ونص سمك، الكيلو ب75 جنيه، او تجيبي اللي هو السمك اللي هو ايه، اللي هو اقل من كده ابو 50، اللي هو الصغير شويه. هتجيبي لك مثلا حوالي عن 4 كيلو. شوفي انت عايزه ايه برضو ايه وهاتيه. خلاص، فانت عندك كيلو اللحمه ده، يا اما تغيري مكانه ال 200 جنيه دول سمك، يا اما تجيبي كبده، يا اما تجيبي نص لحمه ونص كبده، نص قصدي لحمه مفرومه ايوه ونص كبده. شوفي انت عايزه ايه، معاك ال 200 جنيه دول انت بقى ايه اتصرفي فيهم زي ما انت عايزه، سمك لحمه كبده، اي حاجه انت عايزاها. خلاص، و600 زي ما قلنا فراخ برضو ماشي. ده برضو هيجي ايه شهريا. خلاص، فانت عندك ميزانيه اللحوم 800 جنيه شهريا ماشي. عايزه تقللي لي ماشي، عايزه تزودي ماشي، انت حره. خلاص، بس هما 800 جنيه عشان ايه تقدري ايه توفري، يعني تقدري تجيبي البنود الباقيه. تعالي بقى معايا على بند ايه، السوبر ماركت. انت بتقولي انا عايزه افكار عشان اللانش بوكس والاكل والكلام ده كله والحاجات دي. بصي، بمناسبه ان هم اطفال فلازم هيكون معانا لبن عشان تعرفي تأسسي طفلك شويه. يعني هو لو خد كوبايه اللبن على الصبح ومعاه السندوتش يعني ده كفيل، يعني بصي ما شاء الله. فعندنا هنا ايه، هنجيب السوبر ماركت، هنجيب طبق بيض ماشي، طبق بيض ب170 جنيه. انا حاطه لك الاسعار 170 لان انا سائله عليه ب170 جنيه. وعندك كيلو جبنه، عايزه تجيبي كيلو جبنه قريش من الفلاحين اللي في السوق، بتجيبيها هي ب70 جنيه دلوقتي او ب75 جنيه. انا حاطه لك 70 جنيه انها ب70 جنيه. خلاص، مش عايزه مش بتاكلوا الجبنه القريش بال70 جنيه ده، هتجيبي بها ايه علب جبنه من السوبر ماركت ماشي. هتجيبي لك كيلو جبنه ب70 جنيه. عندك 3 كيلو لبن ب75 جنيه، الكيلو عامل 25 عندي، فال3 كيلو لبن ايه عاملين 75 جنيه. هاتي لبن من لبان، بلاش العلب بتاعه الشركات اللي احنا عارفينها وبتاعه المصانع اللي احنا عارفينها. هاتي لبن من يا اما فلاحين، لو عندك مكان بيبيع فيه فلاحين بيبيع لبن ده بتبقى جميل جدا. مش عندك هاتي من اللبان اللي جنبك او في اي مكان حواليكي، بتجيبي منه 3 كيلو، بتقسمي كل كيس نص كيلو، بتخليه يوزن لك 3 كيلو في كل كيس نص كيلو. هيعملوا معاكي ايه، هيعملوا معاكي يا ستي 6 اكياس. ال6 اكياس دول ايه بتحطيهم في الفريزر وقت ما بتحتاجي. كل اسبوع مثلا بتطلعي لك كيس وايه وتغليه وتشربي منه الايه الاولاد ماشي. عندنا هنا كمان ايه هتجيبي علبة مربى، لو ولادك بياكلوا المربى هتجيبي علبة مربى ب55 جنيه ماشي. اللي هي ايه في علب كده دلوقتي ب55 تبقى الكيلو كامل. خلاص، فعلبة مربى ب55. انا ولادي مش بياكلوا المربى، انا هروح جايبه مكان المربى ال55 دول مثلا اجيب بيهم لانشون. لو مش بياكلوا اللانشون اجيب جبنه رومي. شوفي انت ولادك بيحبوا ايه، وعندك 55 اهم دول ايه العبي فيهم براحتك. وعندنا برضو الايه الفول والطعميه اللي قلنا عليهم الايه ال40 فول مدشوش و40 ايه فول ايه تدميس. عندك هيكون معاكي برضو فول وطعميه. فانت شوفي برضو الدنيا بتاعتك ايه، لو مش بتاكلوا الفول والطعميه تاخدي ال80 جنيه بتاعت الفول والطعميه دول، اللي هو الفول التدميس وفول المدشوش اللي هنا دول. بتشوفي انت عايزه تجيبي بيهم ايه بدل ده، بتحطي ايه في وجبه الايه الفطار. لانشون بقى، جبنه رومي، بسطرمه، شوفي انت بتاكلي ايه ولا انت عايزه ايه وهاتي. انا بديكي افكار وانت ايه مشي نفسك عليها. فبند السوبر ماركت هياخد معانا 370 جنيه ماشي. تعالوا بقى ايه على السوق. بصي يا حبيبه قلبي، الخضار كل اللي هيبقى من الاجمالي اللي انا قلته ده هيتبقى معاكي 440 جنيه، يعني كل اسبوع 110 جنيه. هتنزلي تجيبي خضارك طازه، عشان لما هتجيبيه كله مره واحده اخر شيء ممكن يبوظ منك. فخليني ايه كل اسبوع تنزلي بال110 بتجيبي بيها خضار. هتجيبي ايه،
انا هجيب ايه ب110؟ انت عندك الفراخ وعندك الخزين وعندك حاجات الفطار، فانا باقي لي بس الاسبوع اللي هو الخضار بتاعي بس، وانت بتقولي عايزه فاكهه. انا على قد ما قدرت ما قدرتش اوفر لك غير 30 جنيه تجيبي بيهم بقى اي نوع فاكهه انت عايزاه. هي ال 30 جنيه معاكي هتجيبي بيها اي نوع فاكهه. احنا نجيب الحاجات الاساسيه، يعني ممكن تجيبي لك كيلو ونص بطاطس ب 35 جنيه، الكيلو ب 20 مثلا. عندك كيلو فلفل ب 10 جنيه. هتجيبي ب20 جنيه طماطم على حسب سعرها، انت بتجيبي ب20 بس. بتجيبي بصل ب10 جنيه كيلو ونص او كيلو زي ما موجود عندك. وتجيبي لك مثلا نص كيلو خيار ب10 جنيه او كيلو قتة ب10 جنيه. دي اهم الايه الخضار اللي انت ممكن ممكن تجيبيه. وعندك ال30 جنيه دول فاكهه. ماشي يا حبيبتي. انت مش عايزه ال80 اللي هنا دول وعايزه تزودي بيهم فاكهه على الاسواق، بتقسمي ال80 على الاربعه، بيطلع معاكي برضو مبلغ على 110، ان ممكن تبقى 130 100 وحاجه، فانت بتزودي ممكن دول توصل ل 150 او 140 جنيه فاكهه. فانت بتقولي انا عايزه فاكهه وعايزه بند الفطار ده اللي هو بند اللانش بوكس يكون فيه حاجات متنوعه. فانا عندك يعني هنا هيتبقى معاكي 30 جنيه خضار. انت كفيل كويس ان هو لو كل اسبوع نوع فاكهه كويس، مش بكترها على فكرة، يعني انت مشي نفسك على قدك خلاص. ويا رب يكون الميزانية دي عجبتك، ولو احتجتي اي حاجة يا حبيبة قلبي كلميني. وانا بصي انا قلت لك الافكار اللي عندي. لو انت حابة بقى تشيلي حاجة تحطي مكانها حاجة، بتاكلي حاجة غير حاجة، دي حاجة ترجع لك. انا اديتك الافكار اللي عندي، ويا رب ان شاء الله تعجبك الميزانية، وان شاء الله الفلوس بتاعتك تكفي وتجيبي كل اللي نفسك فيه. ويعني انا مش عارفه اقول لكم بجد والله على التعليقات وعلى كل الكلام الحلو اللي انا بسمعه منكم. ربنا يخليكم ليا يا رب. وحبيبه قلبي اللي كان طالبه مني ميزانيه اللي هي 6000 جنيه باين، هي ولا قالت لي هي يعني تاخد تموين ولا لا. ما عرفتنيش بتاخد منها حاجة بتجيب منها حاجات تانية غير الأكل والشرب ولا لأ. فعشان كده أنا مش عارفة أعمل الميزانية غير لما تحددي لي أنت بتاخدي منها ودي لإيه بالظبط. وبتاخدي منها مثلا المسحوق والحاجات دي، بتاخدي منها مثلا أي حاجة تانية غير الأكل والشرب، وفي تموين ولا مش موجود تموين، عشان دي برضو بتفرق في الميزانية. فأنا دي ال2000 جنيه دول من غير تموين، دي أكل وشرب بس ماشي، من غير اي تموين يعني، ولا زيت ولا سكر ولا الكلام ده كله، لان هي مش تسمح اصلا الحاجات دي ماشي. فهي في واحده طالبه مني ميزانيه لان هم مش عارفه 8 افراد باين 6000 باين. فانا مش عارفه اعملها لان هي ما حددتليش هي عايزاها لايه بالظبط، ايه اللي هتجيبه منها، موجود عندها تموين ولا لا. يا ريت لو هي سمعاني، انا كتبت لك تعليق ان انت وضحي لي انت عايزاها لايه بالظبط وبتاخدي تموين ولا لا. لو رديت عليا فانا هعمل لك الميزانيه على اساس اللي انت هتقوليه. اما انا مش عارفه انت عندك ايه وما عندكيش ايه، فعشان انا كده مش عارفه اعملها. خلاص شوفي انت عندك ايه وقولي لي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. مع السلامه.